دي كاترين، بنت رايحة أول يوم شغل في شركتها ومتشيكة ولابسة أحمر وعربيتها لونها أحمر، يعني كله أحمر في أحمر كده. أما ده جاك مدير قسم الطلبيات عندها، وأول ما بيشوف كاترين بيبقى مش مصدق، ده الشغل حلاوة اهو هنتبسط. مش بس جاك لوحده، ده كمان صاحبه روب زميله برضه في الشركة، عندهم حق الحقيقة. بس كل ده كاترين ولا في دماغها، بنت جد زيادة وبتقوم بدور المدير الكشري، وبتوجه كلامها لجاك وبتقوله قبل ما تروح لازم يكون في تقرير على مكتبي بكل أنظمة المخزون الموجودة في الشركة، واللي هي أصلا شركة ورد. وكمان ايه الهدوم دي؟ فين الكرافات؟ حضرتك بتشتغل هنا في شركة ولا خارج مع صاحبك؟ وأول ما بتسيبهم وبتمشي الاتنين بيشتغلوا في شغل التجميع، وبيقول له روب شكلنا كده مش هنروح النهارده، جهز نفسك هنبات. فبيرد عليه جاك ان شاء الله هنقعد 3 ايام، المهم الحلويات دي ما تزعلش. كله اللي زعلها. وبالليل في مشهد رومانسي كده وجاك مروح بيخبط في كاترين وهو معدي، والكتاب اللي ماسكه ده بيقع منه، والغريب انه كتاب رومانسي، معرفش بيعمل ايه هنا في الشغل. وبتقول له كاترين كتب رومانسية كمان؟ مش غريب شوية؟ شكلك ما يقولش كده. وبتروح داخله في سيرة الشغل وبتقول له هبص على تقرير الجرد اللي بعتهولي، هرد عليك بكره، لو طلع مش كويس هخصم لك من المرتب. وبعدين بتروح ملبساه الكتاب واللي هو خد يلا يا رومانس انت. فجاك بيقول لنفسه هي سترونج حبتين بس مش مشكله، المهم حلاوتها. وتاني يوم الصبح قبل ما بينزل بيعمل الفطار لاهله، 2 كبار في السن، ووالده عنده زهايمر وساعات طبعا بينساهم. وبيقول لهم جاك هحاول اجي بدري النهارده عشان طبعا اعمل لكم العشاء، اصل جالنا امبارح في الشركه مدير خطر شويه، اقصد يعني رخم، بيخلينا نطبق في الشغل. وبعد شويه لما بيوصل جاك الشركه بيعرف ان روب هيخليهم يترفدوا، وبعت طلبية ورد أكبر من المطلوبة، وبكده الباقي رجع، وأكيد الورد هيموت لو قعد على الرف. فبتيجي لجاك فكرة إنه ينقذ بيها الموقف، إنهم يعملوا مسابقة لعيد الحب، وكل واحد يزين بيته، ولازم يكون اشترى الورد ده من عندهم هناك، ولو كسب يجددوا الحديقة بتاعته على حساب الشركة. المسابقة هيبقى فيها دعاية حلوة لشركتنا، وهنكسب دخل أكبر بكتير من اللي كنا بنبيع بيه. فكاترين بتعجبها الفكرة وبتعرض على جاك إنه يشترك في المسابقة، بس كل ده بشرط واحد، لو كسب في المسابقة دي يتبرع بنص الجايزة بتاعته لجمعيات الخيرية في عيد الحب. في اللحظة دي بتدخل عليهم والدتها وبتقوله لازم تكسب، فبيقول لهم جاك بس ده مش بيتي وممكن والدي ووالدتي ما يوافقوش. فكاترين بتقوله ولا يهمك، انا هروح اقنعهم النهارده. مش بس كده، ده انت هتكسب كمان. ولما بيعلنوا عن المسابقة بيتفاجئوا ان اول يوم الدنيا بقت زحمة، وغالبا كده مخزون الورد الاحتياطي كمان مش هيكفي، ده الرفوف فضيت كمان. وبتبقى بالنسبة لهم فكرة المسابقة عبقرية جدا. وعلى اخر اليوم بتروح له كاترين البيت، ولما بتقعد مع اهله بتحكي لهم على فكرة المسابقة وبتطلب منهم يقدموا فيها. اما والدته بقى بتبقى زي كل الامهات، شافت بنت حلوة وعايزة تجوزها لابنها، وعمالة بقى تسألها مرتبطة ولا لا، وبتفكر تتجوز ولا مش في دماغها. وكاترين بتاخدها حجة انه عايزاه يكسب وكده، وبتروح له كل يوم حديقة البيت عنده بحجة انهم يزينوه. وتاني يوم لما بتروح الشركة بتحكي له والدتها انهم لما وافقوا على المسابقة دي كان كل هدفهم انهم يبيعوا البضاعة بتاعتهم اللي ما كانتش هتتباع دي، وبتوعده لو كسب في المسابقة هتعينه مدير للشركة في فرع تاني. بس بيبان على جاك انه مش مبسوط، وكأن الخبر بالنسبة له عادي يعني. وعلى بالليل بيكون اخر شياكة ولابس بدلة وكرافات، وبيبقى عازم كاترين على العشاء. واول ما بتشوفه كاترين بتعلق على الكرافات اللي لابسها، فبيقول لها بما انك بتحبيها وكده فقلت البسها. وبيحكي لها انه مش مرتاح شوية في فكرة انه يشارك في المسابقة، البلد صغيرة واكيد الناس المشاركة فيها هيحسوا اننا بنزور، ده في حالة لو فزت يعني اكيد هيبقى فيه تعليقات. فكاترين بتقوله كل الموضوع لو كسبت هيبقى بسبب جمال الحديقة بتاعتك وانك زينتها كويس، مش لاننا بنزور ولا حاجة. وبلاش تقول كده تاني لاني هفهم انك بتقول اننا بنزور. فجاك بيعدي الموضوع تحت شعار يعملوا اللي هم عايزينه، المهم الحتة دي ما تزعلش. وتاني يوم كاترين بتروح له البيت تاني، ولما الجيران بيشوفوهم بيبقوا متضايقين شوية، وبيروحوا يسألوا جاك هي ازاي كاترين معاه. الموضوع ده يتسمى تحيز، ده باين حتى على المصاريف اللي بتصرفها عالية جدا، تفتكر كل ده عدل؟ فجاك بيحاول يهديهم وبيقول لهم ما تقلقوش، الأحق بالجايزة دي هو اللي هيفوز، والمسابقة لسه شغالة، واللي هيكسب هو اللي هيخلي الحديقة بتاعته أحلى. وبتعدي الأيام لحد ما بيجي يوم المسابقة اللي هو أصلا يوم عيد الحب. وكاترين بتروح تتكلم مع والدتها وبتقول لها تخيلي الناس لسه بتشتري لحد دلوقت، ده مش فاضل إلا ساعات قليلة على المسابقة، تفتكري جاك هيكسب؟ فوالدتها بتقول لها بنت
مش الشخص المناسب ليكي. تعالي كده بصي، شايفه ايه اللي انا شايفاه؟ بنت شاطره ومكافحه، هتعمل شركات كتير في كل حته في العالم. اما جاك ده شخص مش بيفكر في حاجه غير انه يعيش في البيت بتاعه. ده حتى لما عرضت عليه يبقى مدير لشركه في فرع تاني حسيته ما فرحش، وكاني قلت له هرفدك مش هلاقيك. نصيحه مني، مش هتتبسطي معاه. اعرفه بقالي كتير وانت جديده هنا، وخلي بالك برضه لو استلم مشاريع كتير لوحده كل اللي هيعمله هيكبرها في نفس المكان، ومش هيفكر ابدا يخرجها بره البلد. وكاترين لما بتفكر لوحدها بتحس ان كلامها مقنع، وبتروح تقوله انها مش عايزه تكمل في علاقتهم، وكل اللي بيربطهم ببعض الشغل. انا هنا صاحبه الشركه وانت الموظف، ويا دي الكسفه اللي انت فيها جاك. بس جاك بيركن كرامته على جنب وبيفكر يبعت لها جواب، ولما بتشوفه كاترين بيبقى كاتب لها فيه: لو قررتي تعيشي معايا فانت مش هتندمي، كل اللي بيعطلني عن النجاح اهلي الكبار في السن، وما تنسيش برضه والدي عنده زهايمر. فبتفهم كاترين اللي يقصده، وبتقرر انها تسحب كلمتها فورا، واللي هو يعني بلا شغل بلا نيله، المهم الحب. وبعد شويه صغيرين بتبدا المسابقه، ووالدتها بتبدا تلف على كل بيت وبتصور شغلهم، ولان البلد صغيره شويه المشتركين يتعدوا على صوابع الايد الواحده. الجيران بقى لما بيخلصوا تزيين بتجيلهم شويه اطفال بيلعبوا في الشارع بيبوظوا كل اللي عملوه، وبيطلعوا من بيت يروحوا للبيت التاني وكانهم حالفين يخربوا كل حاجه. اما حديقه جاك برضه ما سلمتش من والده، خرب له كل حاجه وهم واقفين ولا على بالهم ونازلين حب في بعض. ولما بيوصل التقييم لحد بيتهم والدتها بتشوف الحديقه وكانها بقت خرابه، ولما بيبصوا وراهم بيكتشفوا ان كل حاجه وقع على الارض. والدتها بقى بتوقف التصوير وبتروح تقول لجاك: لا انا كده هطردك مش هلاقيك، تقدر تقولي ازاي هتكسب كده؟ فجاك بيروح عشان يهدي والده، وروب بيروح يساعد الجيران وبيعدل لهم الحاجه، وبرضه بيساعد في جنينه جاك. وهنا بقى جت المرحله الاخيره وهتعلن عن اللي كسب في المسابقه، بس بتتفاجئ والدتها. كاترين اعلنت ان روب هو اللي فاز، وبتقول لانه اكتر واحد تعب وقدم مساعده في ايد الحب. فوالدتها بقى بتروح تتخانق معاها وبتقول لها: انت اتهبلتي ولا ايه؟ ده انا هدفع كتير كده، ايه اللي جرالك؟ كاترين بتقول لها: دي الحقيقه، المفروض هو اللي يكسب، ممكن ما يكونش اشترى اي حاجه من عندنا ولا حتى زين بيته، ده ما اشتركش في المسابقه اصلا، بس الحقيقه هو يستحق. وبتعدي سنه وبيجي عيد الحب اللي بعده، وجاك بياخد كاترين لبيتهم وبيقول لها انه اشتراه عشان يتجوزها فيه، وكمان بيقدم لها خاتم الجواز. الغريب في الموضوع الصراحه انه خد كل ده عشان يقرر. يلا مش مشكله، المهم انه يتقدم وخلاص. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهارده. ما تنسوش لو عجبكم